فيه نوع من الخوف بيدخل بدون استئذان، يصحيك من النوم ويفضل وراك طول اليوم ويفضل يهمس في ودنك. طب لو حصل، طب لو خسرت، طب لو مات اللي بتحبه، طب لو الدنيا وقعت فوق دماغي. الخوف مش دايما بيزعق، ساعات بيجي بصوت واطي بس بيخنق القلب بصمت ويشل التفكير. في الزمن اللي احنا فيه ده بقينا بنخاف من كل حاجة، بنخاف من المستقبل، وبنخاف من بكرة، بنخاف من المرض، بنخاف من الفقد، بنخاف من الخسارة، من الفشل، حتى من الفرح، عارفين ان بعده بيجي الألم. بقينا عايشين حالة تأهب كأننا دايما في حرب، بس الحرب مش حوالينا بس، الحرب جوانا، في القلب، في العقل، في كل لحظة بنفكر فيها وبنقول طب وبعدين هفضل خايف لحد امتى؟ الخوف مش دايما وحش، الخوف ساعات بيحمينا، بس لو فضل عايش جوانا بيتحول لسجان، بيحبسنا ويمنعنا نعيش، يخلينا نزود السيناريوهات السواد اللي في دماغنا ونخاف من حاجات ما حصلتش ويمكن مش هتحصل. عارف يعني ايه القلق؟ هو انك تعيش في بكرة وتنسى تعيش النهاردة. بس ربنا ما خلقناش كده، ما خلقناش نفضل نعد المصايب اللي ممكن تحصل، خلقنا علشان نعيش بالإيمان مش بالخوف. علشان كده قال في الإنجيل لا تهتموا للغد لأن الغد يهتم لنفسه. يعني عيش النهاردة وسيب بكرة لربنا. انت مش لوحدك، انت مش مطالب تشيل الكون كله فوق كتافك. في لحظات الخوف بيكون فيها زي موجة سودة تيجي فجأة وتخبطك، تدوخك وتسيبك مش قادر تاخد نفس، وساعات مش بيكون فيه سبب واضح، بس بتحس ان في حاجة خانقاك، قلبك بيدق بسرعة، تفكيرك مش ثابت، دموعك قريبة جدا. اوقات بتسأل ليه انا بس اللي حاسس كده؟ ليه الناس حواليا شكلهم عايشين عادي؟ ليه انا بس اللي خايف؟ ليه انا بس اللي مش مطمن؟ بس الحقيقة ان كل حد في الدنيا دي بيخاف بطريقته. فيه اللي بيضحك وهو جواه خوف وبيصرخ من كتر الألم اللي جوه قلبه ومش بيقوله لأي حد، وفيه اللي بيغضب وهو أصله تايه، وفيه اللي بيسكت وهو مش عارف يحكي وجعه. لو سألت حد ايه اكتر حاجة بتخوفك، ممكن يقولك اني اخسر حد بحبه، اني اتهان، اني اموت فجأة، اني افشل، اني اتحارب من الناس، اني ابقى لوحدي. بس وسط كل ده فيه وعد بيتكرر في الكتاب المقدس اكتر من 365 مرة. عارف بيقول ايه؟ لا تخف. واحدة لكل يوم، كأن ربنا عارف انك كل يوم هتحتاج تسمعها، وعلشان كده ما قالهاش مرة ولا 2، قالها لك مئات المرات، علشان كل مرة الخوف يجي تفتكر انت مش لوحدك. انا عايزك دلوقتي تقف لحظة وتاخد نفس عميق وتسأل نفسك هو انا فعلا خايف ولا انا مش واثق؟ والفرق بينهم كبير. الخوف بيجي لما ننسى مين اللي ماسك بزمام الأمور، ولكن الثقة بتيجي لما نفتكر إن فيه إله كبير شايف وحاسس وسامع وعارف حتى اللي انت مش قادر تعبر عنه بالكلام. مرة قابلت ست كبيرة وكانت فقدت ابنها الوحيد في حادث مفاجئ. الدنيا وقعت وحست بسواد وحست بألم وقهر وحزن، ممكن من كتر الوجع اللي هي كانت حاسة بيه انه خلاص مفيش بكرة بالنسبة لها انتهى. اكتر انسان كانت عايشة علشانه الدنيا خلاص راح منها. وبصراحة انا عذراها، لانه اي حد مكانها كان ممكن ينهار، كان ممكن يعرفش يكمل حياته. بس هي قالت لي كلمة محفورة جوايا لحد النهاردة،
قالت لي أنا كان ممكن أعيش في خوف طول عمري، بس اخترت أعيش في سلام، لأني اللي حصل لي ما كانش سهل أبدا، ولا إن الجرح اللي في قلبي خلاص راح وأنا ما بقتش حاسة بيه. لأ، في وسط الجرح ده أنا كنت حاسة إن اللي ماسك إيدي أقوى من اللي وقعني. فعلشان كده هي قررت تعيش بسلام، قررت تبص لأنه فيه إله ساند، وكل شيء بيحصل منه بإرادة منه وبتدبير. انت مش محتاج تبقى أقوى واحد في الدنيا، ولا محتاج إنه ما تحسش إنك خايف. لأ، انت محتاج انت بس تتكل على ربنا، تتكل على اللي أقوى من أي إحساس بخوف. انت مش محتاج تفهم كل حاجة، ولا تفسر كل اللي بيحصل، ولا يبقى عندك إجابة لكل سؤال خالص. انت محتاج بس تصدق إنه معاك، إنه قريب منك، حتى لو انت مش شايفه. عارف لما تكون في ضلمة وتلاقي حد ماسك إيدك، مش لازم تشوفه، بس كفاية تحس بإيده. ربنا كده، ربنا دايما هنفهمه، مش دايما هنفهم هو يقصد ايه، واللي حصل معايا النهاردة ده كان ليه، بس دايما هنقدر نحس بوجوده. كل مرة بتقول فيها أنا خايف، ربنا بيقولك لا تخف لأني معك. غمض عينك وقول لنفسك الجملة دي: أنا مش وحدي يا رب، ومهما كان خوفي حضورك أقوى من أي إحساس بخوف. وساعتها بس هتنام، وساعتها بس هتحس إنك مش لوحدك. ساعتها بس هتحس إنه مهما الدنيا اتهدت من حواليك، انت ليك إله قوي بيقولك أنا هو، لا تخافوا. ربنا موجود، مش بيسيبنا ومش بينسانا، ودايما في كل أوقات حياتنا بيكون معانا وبيسندنا، وبنعدي بيه كل صعب.